أهم أخبار النهاردة أخبار الأهلي والزمالك وبعض الأخبار الأخرى، أخبار رايقة جدا هتفيدك. قبل أي حاجة يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعمل اللايك الجميل والاشتراك في القناة، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش المتابعة، هتلاقيها جنب اسمي اضغط متابعة. بالنسبة للأخبار تابع معايا. موقع كورة، الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد حسين الشحات. اليوم السابع، الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لموقعة إنبي بكأس العاصمة. تقارير، داري يدخل في صفقة بالعمري. طرح الأهلي اسم أشرف داري ليكون جزءا من الصفقة التبادلية مع الرجاء المغربي مقابل التعاقد مع يوسف بالعمري، مع تحمل الأهلي جزءا من راتب داري خلال فترة الإعارة. وفقا لأحمد شوبير، الأهلي خلص كل حاجة مع يزن النعيمات، واللاعب راضي وفرحان جدا وجايب الكلام ده من قلب معسكر منتخب الأردن. بالنسبة لتفاصيل صفقة يزن النعيمات، وفقا لبعض التقارير الأهلي عرض $1,400,000 للاعب في الموسم، واللاعب رفض، والراتب وصل $1,600,000 ويقترب من الاستقرار على هذا الراتب. اللاعب سيظهر في إعلانات بشكل رسمي، والبداية ستكون مع إعلان الصفقة، سيكون هناك إعلان رسمي. يزن النعيمات يرغب في 3 مواسم ونصف، والأهلي يرغب في 4 مواسم ونصف، وهذا الأمر لن يقف عائقا أمام الصفقة. سيتم الاتفاق على المدة بشكل طبيعي. الأهلي يفكر في إرسال عرض للعربي القطري مقابل $2 مليون وعدم اللجوء للشرط الجزائي. وفقا لموقع الملاعب السعودي، دخل نادي الاتفاق السعودي سباق التعاقد مع يزن النعيمات خلال الميركاتو الشتوي بشهر يناير. صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية، برشلونة في صدارة السباق لضم حمزة عبد الكريم. يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع حمزة عبد الكريم صاحب 17 سنة، المهاجم الصريح في قطاعات الناشئين بنادي الأهلي المصري. يضع جيرونا الأسباني خيارا على الطاولة لتعزيز حراسة المرمى في يناير، وهو الدولي المصري صاحب 25 عاما مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، وذلك في ظل الرحيل المرتقب لليفاكوفيتش الذي سيترك فراغا في الفريق، وفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو. تقارير، انتهاء أزمة عواد مع جهاز الزمالك، والحارس مستمر مع النادي بعدما كان قريبا للرحيل. تقارير، أحمد عبد الرؤوف اجتمع مع ناصر منسي وأكد على ثقته في قدراته وإنه سيحصل على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة. تعديل موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر إلى 28 ديسمبر بدلا من 27 ديسمبر. مصدر من منتخب مصر، إمام عاشور في قائمة المنتخب الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية، وفكرة استبعاده لوجود خلاف مع الجهاز الفني غير صحيحة. بس كده صديقي، دي نهاية الأحداث ونهاية الأخبار اللي حصلت النهاردة. أنا جايب لك الملخص، ولو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تضغط لايك ومتابعة علشان هيفيدوني جدا. قبل ما انهي الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.